في العادي شفت الكومنت ده وما كنتش هرد عليه اصلا وسبته. اللي خلاني ارد عليه ايه بقى؟ تبريرها للناس اللي ردت عليها، تقول لهم انه مفيش راجل اجنبي هيتجوز عربية الا لو كانت هتكنس له البيت او هتنضف له او حاجة، على اساس ان الست العربية درجة تانية. بصي حبيبة قلبي، انتي لو الراجل اللي بتتجوزيه ده مش نظيف ومحتاج، انا طبعا هستخدم الفاظ كويسه، محتاج ست تنظف تحته كانه عايش في زريبه وهو حيوان بيعمل كل حاجه تحته، ده محتاج واحده تيجي تنظف تحته. ده حتى امه مش مطالبه ان هي تكنسله، كل واحد ينظف مكان وسخته. ده اللي احنا نعرفه للإنسان الآدمي المحترم اللي متربي. تمام. بالنسبة للأجانب لما يجي يتجوزوا، انت ما بتتجوزيش أي حد وخلاص، انت بتتجوزي إنسان محترم على نفس درجة تعليمك، على نفس مستواكي الثقافي والمادي والاجتماعي، فبتتجوزيه. الحياة بينكم بتكون مشاركة، مفيش حاجة اسمها انت بتعملي حاجة البيت. انت مستقلة بنفسك كست عربية وشايفة ان انت درجة تانية. لو واحد اجنبي اتجوزك او لو واحد حلو اتجوزك، يبقى انت لازم تقدمي تنازلات، تبقي خدامة، تبقي شغالة، تبقي بتعملي حاجات سنوية هو ما يقدرش يعملها عشان ما يوسخش نفسه او عشان ما يتعبش. فانت هتقدمي تنازلات للراجل اللي انت بتتجوزيه. فانت محتاجة تغيري تفكيرك، لانه انت كده انسانة مش واثقة في نفسك وما تربتيش على ان انت حاجة كبيرة. محتاجة تعيدي تفكيرك، مش بس عشان تتجوزي راجل اجنبي، عشان تتجوزي حتى راجل من نفس بلدك يشوفك حاجة كبيرة. ده غير ان انت تنظفي بيتك، دي حاجة ما تقلش منك. عشان تعيشي في مكان نظيف وتبقي ست نظيفة لازم تنظفي مكانك. فالله يهديكي على ويعينك على تفكيرك صراحة.